2022 لتعلن عن نهاية مجريات هذه المباراة، لتعلن عن انتصار مستحق لنادي دهوك العراقي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال الخليج. 1 دهوك العراقي لا شيء الاتفاق السعودي. مبروك نادي دهوك، هاردك نادي الاتفاق. حسم يؤجل لموقعة العراق. كلمة صورة تعود للزميل إبراهيم الكواري وللكباتن الكباتن الكرام في الاستديو. إبراهيم، دائما هذه البطولة تسير بهنا نحو الاتجاه المعاكس، ليس نحو التوقعات على الورق، لكن الواقع يختلف تماما. من جنون، من حب، من شغف، من أداء، من روعة تحضر من قبل نادي دهوك في هذه المواجهة. تفضل لك الكلمة. شكرا زميل منتصر الازهري. اذا فعلا مشاهدينا بهدف وحيد في هذه المواجهه، دهوك 3 نقاط والفوز في مباراه الذهاب على الاتفاق السعودي. نشوف نذكركم بالهدف الوحيد في هذه المباراه عكس التوقعات ربما وعكس الافضليه اللي كانت على الورق. اليوم 90 دقيقه كانت حسمت التاهل او مو التاهل في مباراه اياب يعني، لكن راح تكون صعبه على الاتفاق كابتن رايد. من جماليات كره القدم اللي هو الامر اللي ما المفاجآت هذه طبعا، يعني كره القدم ما تقدر يعني تجزم ان العناصر والارقام راح تفوزك ابدا. الجهد في ارضيه الملعب، توفيق حالفك، الفريق يكون في احساس جيد. خاصه يعني الشوط الثاني يعني الاتفاق عمل فعلا عمل وصل ولم يوفق صراحه. تألق حارس، قتاليه مدافعين، عدم التصرف داخل ال 18، كثير من الامور يعني ما خدمت الاتفاق، وهذا تبنيه على البدايه اصلا. يعني كل المؤشرات تصب لمصلحه الاتفاق. بدايه المباراه مؤشر ان الاتفاق هو الافضل بالاستحواذ، لكن ما كان شرس للتسجيل الهدف. مثل ما قلت لك انا اطلقت عليه كلمه استعراضي، كان في اكثر، لان المبالغه في الاستحواذ من غير تهديد مباشر يكلفك كثير امور. احنا دائما نقول لا تعطي فرصه للفريق الاقل منك فنيا انه يتعامل، لان راح تصعب الامور بشكل كبير. لكن هذا الامر الجميل ايضا، يعني على الورق النصر والاتفاق افضل، لكن اللي فاز القادسيه ودهوك. هاي حلاوه كره القدم بالمفاجات اللي نشوفها كابتن حمود. صحيح. رغم ان الاتفاق بشكل مختلف في الشوط الثاني وصل لاكثر فعاليه، اكثر رغبه موجوده، ولكن توفيق في نهايه المطاف وتالق حارس، يعني لا نظلم حارس دهوك يتالق في هذه المباراه. صحيح.